اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرو. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج العذراء وبرج الجوزاء. تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على رجال ونساء. خدوا من القراءة ما ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. طيب، مبدئيا كده انا شايفة ان العلاقة دي لكتير منكم زي ما يكون لسه ما نضجتش او لسه ما اكتملتش. شايفة ان في حاجات زي ما يكون جايالكم هتحمل لكم خير او سلام كبير جدا، زي ما الكارت هنا ما بيقول لكم بيس. في حاجة هنا، في زي رسالة، والرسالة دي مؤكدة بمسج in a bottle. في حاجة في طريقها ليكم، ممكن يكون موج البحر واخدها ليكم، ممكن على حسب الويند، على حسب إرادة ربنا، على حسب توقيت. والبعض منكم زي ما انتوا هنا شايفين ممكن يكون في اتصال او رسالة او مكالمة او اعتراف. اوكي. بس whatever المفاجأة اللي جاية لكم دي او اللي ممكن تكونوا انتوا منتظرينها دي، انا شايفة ان هيكون فيها سلام، هيكون فيها خير. سواء كان رجوع بين اتنين منفصلين، سواء كان اعتراف بالحب في علاقة كراش، سواء كان بروبوزل او تقدم للزواج، سواء كان صلح او رجوع، او ممكن يكون انتعاش لعلاقة حب سادها، يمكن البرود، او يمكن يكون سادها فترة حزن كبيرة جدا. بس انا شايفة ان الامور هتتبدد وهتكون افضل. في حاجة محتاجين انتوا تصبروا عليها، حاجة زي ما يكون على وشك ان هي تكون موجودة في حياتكم وتملى حياتكم كتير سعادة. لكتير منكم العلاقة دي محتاجة to be taken step by step، يعني ما يبقاش في تحكم، ما يبقاش في سيطرة، ما يبقاش في لا أنا عايزة العلاقة تبقى مثلا لازم دلوقتي الشخص ده يتقدم لي، لازم الشخص ده دلوقتي يتصل بيا ويعترف ان هو غلطان وان هو يرجع ويصالحني، لازم ان الشخص ده ان هو يمكن يعترف بحبه. انا ما ينفعش انتظر اكتر من كده، انا تعبت من كتر ما بحاول. لا، a leg up، يعني step forward by step، خطوة خطوة. في حاجات كتير لسه العلاقة دي زي ما يكون هتظهرها على اختلاف كل واحد، ويمكن الأمور اللي بتمر بيها، سواء قلت لكم زي ما يكون كراش، ممكن تكون علاقة حب، أو حتى متزوجين. بس في خير، في سلام جاي، في بيس. خلينا متفقين في سلام. زي ما ابتدينا القراءة بسلام، السلام كده كده داخل حياتكم. في تريجر ايلاند، في كنز، في زي ما يكون حاجة الحب ده مخبيها ليكم، في مفاجأة، في مفاجأة كتير، يعني يمكن انتوا مش متوقعينها او انتوا مش متخيلينها. بس في حاجة حلوة، في طاقة ايجابية، في طاقة كتير حلوة، في طاقة فرحة، في زي ما يكون حاجة انتوا هتعرفوها، او حاجة انتوا هتتقال لكم، او حاجة انتوا يمكن حلمتوا بيها هتتحقق بطريقة يمكن افضل بكتير من الطريقة اللي انتوا رسمتوها في ذهنكم. مش يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس خليكم واثقين في احساسكم، في شعوركم. صدقوا الاشارات، صدقوا العلامات، صدقوا احساسكم، صدقوا الشعور اللي ربنا بيضعه في قلوبكم بعد استخاره. بس صدقوا نفسكم، لان انتوا هتحصلوا على اللي انتوا بتتمنوه. في حد هنا كتير بيفكر فيكم، كتير مشغول بيكم، كتير زي ما يكون انتوا محتلين تفكيره او محتلين عقله. على الرغم من الشخص ده يمكن عنده مخاوف كتير، او ممكن يكون في حاجات كتير تعباه او حاجات كتير بيمر بيها. بس انا شايفة ان في تغيير في حياة الشخص ده للافضل، سواء انتوا ادركتوا التغيير ده او ما ادركتوهوش. بس في تغيير، الشخص ده حاسس ان هو بيتغير، حاسس ان هو لازم ياخد خطوة، او لازم في حاجات لازم هو يعملها، ما ينفعش ان هو يفضل ساكن. الشخص ده ذكي جدا،
الشخص ده ممكن يكون بيراقبكم، ممكن يكون بيتطلع لأخباركم، ممكن يكون بيعمل كذا حاجة في نفس الوقت، ممكن يكون هو أصلا بيتمتع بالذكاء اللي بتساعده إن ممكن يكون بيعمل حاجة والتانية والتالتة في نفس الوقت، بس ما بيأثرش في حاجة منهم. يعني ممكن يكون بيشتغلوا في نفس الوقت، بيفكر مثلا فيكم، أو بيفكر مثلا في إن هو يعني يحسن كمان من ظروفه، أو إزاي يلاقي فرصة إن هو يقدم على حاجة يمكن انتم منتظرينها. بس انتم محتاجين تثقوا في احساسكم، ما تخلوش الشك يخليكم تخسروا العلاقة دي، او يخلوكم ان انتوا تخافوا او تقلقوا او يعيشكم في تعب او في حزن او حتى ان انتوا تمشوا. انتوا عارفين ان الامور هتكون افضل. في اعتراف زي ما يكون جاي لكم، اعتراف حب، اعتراف يمكن باعتذار عن سوء تصرف. بس في حد يعني طول الوقت بيفكر فيكم، طول الوقت مشغول بيكم، في تغيير كامل او شامل يعني لحياتكم، زي ما يكون حياتكم هتنتقل انتقالة يمكن انتوا ما توقعتهاش. بس ممكن يكون في بعض التعديلات محتاجة ان هي تجري يمكن على الوضع اللي انتوا بتمروا بيه او على شخصيتكم. يمكن الشخص ده بيحاول يفهمكم، بيحاول ان هو يخليكم انتوا كمان تفهموه، او يحاول ان هو يعني يفتح لكم قلبه علشان يبقى تعرفوا الشخص ده عايزه عمل ازاي، ايه الحاجات اللي بتضايقه، ايه الحاجات اللي مش بتضايقه، تفهموا العلاقة علشان ما يكونش فيها توتر بعد كده او مشاكل او سوء فهم، او ان انتوا تتناسوا عن اي مشاكل او اي امور يمكن كانت صعبة مريتوا بيها. بس انا شايفة ان في نافذة امل او نافذة جديدة بتفتح ليكم، فيها هيكون خير زي ما اتفقنا في اول القراءة، هيكون فيها سلام، هيكون فيها تريجر، هيكون فيها كنز، بس محتاجة ستيب باي ستيب. ومعنى ستيب باي ستيب يعني لازم طول بال، لازم صبر، لازم احتمال، لازم تفادي صعوبات، القدرة على تحمل يمكن الضيقات او المشاكل اللي ممكن تكون العلاقة دي بتمر بيها، ان انتوا تثقوا باحساسكم، ان انتوا دايما تبنوا العلاقة دي للافضل، ان انتوا ما تبصوش للامر لو في امر معين حدث بطريقة مثلا واحدة، ممكن يكون الامر ليه جوانب عدة وانتوا مش واخدين بالكم منه. لكن انا شايفه اللي في منكم ممكن يكون تصرفات الشخص ده ممكن تكون تعبت قلوبكم، او في حاجات انتوا مريتوا بيها، زي ما يكون عايزين تقولوا للشخص ده ولا انا هبتدي اضع حدود، انا ما ينفعش اعامل بالطريقه دي، ما ينفعش انتظر يمكن اعترافك بالحب بالطريقه دي، ما ينفعش انتظر ان انت ترجع طول الوقت ده ويمكن تغيب الفتره دي كلها وما ترجعش. ما ينفعش ان انتوا يعني لازم في زي flexibility او بعض المرونه، لازم التوقف شوية عن التفكير، يعني زي ما يكون في وضع هنا محتاج ان هو يمشي بتلقائية، يمشي بسلاسة، بدون فرض سيطرة، بدون فرض تحكمات. حددوا هدفكم، اعملوا اللي عليكم، وخليكم منتظرين بصبر، لكن الألم دوا مش هيجلب لكم أي حاجة، بالعكس ده هياخد طاقتكم للأسفل، ده هيدمركم يمكن صحيا نفسيا، هيخليكم يمكن تفقدوا الأمل في حاجات كتيرة جدا، هتأثر على قوة جذبكم لأمور انتوا عايزين تكون موجودة في حياتكم. لكن انتم محتاجين تثقوا في إرادة ربنا، في مشيئة ربنا، في خطة ربنا لحياتكم. محتاجين دايما يبقى في طاقة إيجابية بتتجدد جواكم، محتاجين زي ما يكون زي ما قلت لكم ان انتوا تعملوا اللي عليكم وتسيبوا الباقي ربنا يكمله. وان كان الامر في خير ليكم هتلاقوا الامر عاد باكتر مما انتوا اتمنيتوا كمان، بس لازم الانتظار يبقى بصبر، بايمان، بتفاؤل، بكل حاجة حلوة. زي ما قلت لكم في حاجة منتظراكم، في حاجة منتظراكم، في خبر، في مفاجأة، في حاجة انتوا يمكن من طول انتظارها يعني فقدتوا الأمل فيها، أو فقدتوا الظن، أو يعني زي قستوا، بس الخير لسه متشايل لكم. انتوا زي ما شايفين التيرتل أو دي زي سلحفة مائية، it takes time، بتاخد وقت. والكارت اللي قبليها بيأكد دوا ان هو a leg up، مش both legs up، هي just one leg up، ده معناه ان هياخد وقت. العلاقة دي علاقة
انا هكتفي في 2، مش هحتاج اكتر من كده. دي هتبقى علاقة توأم روح. يعني ممكن يكون العلاقة دي يمكن لسه زي ما قلت لكم منتظرها كتير جدا، ممكن يكون في بداية الطريق، ممكن يكون لسه الحلو جاي. You have found your romantic counterpart. خليكم متفائلين. الشخص ده يمكن انا قلت لكم في زي مسج ان بوتل، او زي ما يكون في رساله جايه لكم. وهنا الكارت بيقول لكم reaching out, expect a call or text from your person of interest. توقعوا رسالة، توقعوا مكالمة، توقعوا اعتراف، توقعوا تغيير. بس الشخص ده عايز يمكن مش بس ان هو للبعض منكم يتواصل، او ان هو يعبر عن حبه، او ان هو يمكن يعتذر او يرجع او يكون في صلح. ده ممكن يكون الشخص ده عايز ان هو ياخد الريليشن شيب دي to the next level. عايز يعني يقدم ليكم اكتر ما انتوا حتى بتتمنوا. في حد هنا زي ما يكون لقى الشخص اللي بيكمله، لقى فعلا توأم روحهم، سواء انتوا ادركتوا ده او لا، بس هيجي الوقت اللي انتوا هتدركوا ده فيه. اتمنى القراءة تكون عجبتكم. ما تنسوش تشاركوني ارائكم في التعليقات. اشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.